السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو ووصفة جديدة مع دوتليس هند. إن شاء الله تلقاكم بخير وصحة جيدة. أبشركم مبروكة، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. اليوم كما كيبان في الصورة غادي نتقسموا وصفة ديال الرغيفات معسلين، وصفة من ألذ وأطيب ما ممكن نحضروا في هذا العيد. هي كذلك من الأساسيات ومن الضروريات ديال المائدة ديال عيد الفطر. الرغيفات كما كتشوفوا مجعبين منفوشين، كيجيو مقرمشين وكذلك هشاشين، طبعا إذا احترمنا مقادير وكذلك الطريقة ديال القلي ديالهم. بواحد الحشوة كذلك الليدة سبقنا وتقسمناها، الحشوة ديال اللوز محمر اللي تقسمناها في الوصفة ديال المحينشات. لكم الاختيار، الحشوة كتبقى اختيارية، ممكن تكون عبارة عن لوز يعني نص مقلي ونص خضر أو لا اللوز نيء. فأنا ارتأيت أنني يعني الحشو ديالي يكون باللوز محمر كيجي لذيذ وبمذاق مزيون. فبلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير ومع طريقة التحضير، ودائما فرجة ممتعة. بسم الله. الوصفة ديالنا اليوم غادي نحتاجو، انا غنقول لكم كميه اللي حضرت انا، شحال من وحده اللي كتخرج، وانتوما ضعفوا او لا قسموا الكميه على حسب الحاجه ديالكم. عندنا اولا غنحتاجو 500 غرام دقيق جميع الاستعمالات كنغربلوه ضروري. عندنا بيضه متوسطه الحجم، 50 غرام زبده مذابه، القليل من الملح، القليل من خميرة الحلوى يعني واحد 3 غرام 4 غرام، لافاني باش كنسمو الرغيفات ديالنا، ملعقه صغيره ديال الخل كنعجنوها بماء الزهر والقليل من الماء. دائما كنخلطوا ماء الزهر والماء باش الرغيفات ديالنا كيجيو منسمين وكذلك ما كيجيوش قاصحين، كيجيو هشاشين ومنفوشين. العجينه خصكم تخليوها خفيفه، نتوما تشوفوا معايا القوام اللي خصنا نحصلوا عليه. هاد الكميه هادي الرغيفات ديالي كما شفتوا يعني مقدودين، ماشي صغيورين وماشي ستيتوين وماشي كبارين. انا خرجت لي القياس هذا، خرج لي 14 15 حبه. بغيتو يكونوا صغيورين على هيدا تقدر تخرجكم حتى 20 رغيفه، وانتوما على حسب الاختيار ديالكم، على حسب الحاجه ديالكم. كان حاجتكم يعني في كميه كبيره فغتضعفوا القياس، غتعملوا كيلو دقيق. كنتوا يعني محتاجين فقط يعني كميه بسيطه، فغد ممكن تحضروا فقط 250 غرام ديال الدقيق وتعملوا الكميه اللي نتوما حاجتكم فيها. فالدقيق كنضيفوا له يعني كما شفتوا كنضيفوا له الملح، كنضيفوا المكونات كامله كنضيفها، كنخلطها وكنبدا نضيف ماء زهر. ضفت ماء زهر، انا ضفت واحد 100 مليلتر ديال ماء الزهر وكملت بالماء، وانا كنعجن وانا كنشوف القوام اللي خصني نحصل عليه. دائما عجنوا غير بيدكم كافي. عندكم العجانه بغيتو تعجنوا بالعجانه عجنوا، عندكم اللوبوط، عندكم اي حاجه يعني اي وسيله عندكم بغيتو تعجنوا بها. انا عجنته غير بيدي او عجنت غير بيدي هاد الرغيفات بشويه بشويه، والعجينه ديالنا كتكون واجده بهذا القوام. دهنتها بالزيت شي شويه ووضعتها في كيس بلاستيكي، خليتها ترتاح واحد 10 دقائق ربع ساعه. كنرجع كنقطع كويرات الحجم اللي كتفضلوا نتوما، وكنعملها في صينيه مدهونه بالزيت، كنغطيهم وكنخليهم يرتاحوا 10 دقائق او لا ربع ساعه اخرى، وكنبداو نخدموا بهم. في الوقيته اللي كتعجنوا يعني العجينه وكتخليوها ترتاح، ممكن تحضروا الحشوه ديالكم يعني طحنوها وتخلطوها، ممكن تحضروها قبل، كيبقى الاختيار ديالكم. انا في هذه المرحله كانت عندي موجوده، ففقط يعني غير شكلت كويرات على حسب العدد ديال الكويرات ديال العجينه ديالي. اللي غيقسم الكميه، حنا عندنا بيضه في نص كيلو، فكنخلطوا البيضه وكنديو غير النص ديالها، يعني فقط كنطربوها اللي كنقولوا، كنديو نصف الكميه في 4 كيلو. اذا كان نص كيلو كنعملوا بيضه كامله، كان كيلو كنعملوا 2 بيضات.
فاستمريت يعني بهذه الطريقه. بعد ما ارتاحوا الكويرات ديالي بديت كنشكل الرغيفات. انا طلقتهم فقط بالزيت، يعني ما احتاجت لا مايزينا ولا اي يعني ولا زبده، فقط زيت المائده. بديت كنطلق الكويرات ديالي، كنطلقها رقيقه او لا يعني رفيعه، كيكون يعني سطح العمل كيبان منا. تشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. غادي نتني من واحد الجهه ولا من واحد الجهه باش الرغيفه ديالي يعني ديك الحشوه ما كتخرجش اولا كتقطع. بهذه الطريقه هذه اللي مبينه في الصوره كنتنيها بهذه الطريقه هذه العاديه اللي كنتنيو بها الرغيفه على شكل يعني بزيطم. وها الرغيفه ديالنا موجوده. كنستمروا بنفس العمليه يعني وحنا كنحضروا الرغيفات ديالنا كما سبق لي وقلت. الحجم نتوما كتحكموا فيه. بعد ما كملت الرغيفات ديالي دابا غادي نمروا العمليه المواليه او المرحله المواليه اللي هي القلي. انا ما صورت يعني الطريقه ديال الحشوه، ولكن انا احتاجت 150 غرام ديال اللوز، قليته حمرته وطحنته، خلطته مع ثلث ديال السكر، ضفت له كميه من القرفه، شويه ديال الزبده وماء الزهر، معلقه هيدا كبيره. كتخلطوا الحشوه ديالكم وهي عندكم موجوده. يعني الطريقه غنخلي لكم فيديو اللي تقاسمناه في المحنشات ديال اللوز. هذيك هي الطريقه اللي استعملتها انا في الحشو ديالي. هنا طريقه ديال القلي، الزيت تكون سخونه ولكن ما تكونش يعني غليانه، والنار تكون متوسطه. الرغيفات اللي نزلوهم كنبداو يعني بحال نرشوهم بالزيت، ديك الزيت سخون. علاش كنقوموا بهذه العمليه؟ باش كينتفخوا معنا، اللي كيقولوا كيتنفخوا. ديك الزيت السخونه اللي كنكبوا عليهم من فوق اولا كنرشوا عليهم من فوق كتخليهم يتجعبوا وينتفخوا اولا يتنفخوا وكيجيو منفوشين وكيجيو كذلك مورقين الرغيفات ديالنا. يعني هذا هو السر ديال القلي. دائما بنفس الطريقه كتشوفوا انا كنكب عليها الزيت وهي كتتنفخ. دائما الرغيفه ديالنا كنقليوهم بهذه الطريقه هذه. كنستمروا بنفس العمليه، يعني الرغيفات اللي كنقليوهم كنطفيوهم في العسل حتى كنكملوا العدد ديالنا. كنسقطروهم وغادي نزينوهم. التزيين هنا كيبقى اختياري. انا زينتهم شويه ديال اللوز افيلي اللي حمرته شي شويه، ممكن لوز كونكاسي، ممكن غير لوز طحنوه وتزينوا، ممكن تزينوا باي حاجه متوفره عندكم. التزيين كيبقى اختياري. ميم الزنجلان واذا كان عندكم ممكن تزينوا به، داكشي الانسان اللي توفر عنده كيزين به. وهذا كيكون هو الشكل النهائي ديال الرغيفات ديالنا اليوم. رغيفات معسلين معمرين باللوز محمر اولا بالعقده ديال اللوز محمر. صدقوني شهوه هاد الوصفه هذه، لا في المذاق ولا القوام. المذاق ديال اللوز محمر، كذلك العجينه بالمذاق ديال الفاني، والقوام ديالها يعني مجعبه مقرمشه طريه. كتشوفوا معايا الرغيفه ديالنا كتجي مورقه. هاد الرغيفات هادو ما تشبعش منهم، كيجيو لذاذين بزاف، كيعجبوا الصغير والكبير. حاجه واحده اللي ما ذكرتهاش، الكميه ديال الماء انا تخلي زائد ما زهر 100 ملل ديال ما زهر 80 ملل ديال الماء على حسب نوعيه الدقيق. عندنا البيض، عندنا اشياء كثيره، فتقريبا يعني واحد 200 ملل في المجموع ما بين ماء الزهر وما بين الماء اللي غادي تعجنوا بها الرغيفات ديالكم. المهم احترموا القوام. الكميه ديال الماء نقدروا ما نحددوهاش، ولكن نحترموا القوام اللي ديال العجينه اللي بان في الصوره. ودابا كما تعودنا غادي نقسم معكم واحد الرغيفه باش تشوفوا القوام ديالها من الداخل. كتوجد في وقت وجيز. انا استسمح لان ما قدرتش نطلع الوصفه قبل لظروف عمل، فانسان هذه الوصفه هذه كتوجد في وقت وجيز، ما غتطلبش منا. يكفي ان شفتوا العجينه كترتاح فقط 10 دقائق، كنقطعوها كترتاح معنا 10 دقائق. يعني شي حاجه سهله وبسيطه. الكميه ديال اللوز اللي غادي نحتاجو نقدروا نحضروها في 10 دقائق، يعني كميه بسيطه من اللوز. ما هي حشوه ماشي يعني لا نحضروا بها شي حلوه اللي غنحتاجو كميات كبيره.
نتمنى تعجبكم الوصفة اليوم، تجربوها تقسموها مع الاهل ديالكم والاصدقاء ديالكم. لما لا، الناس اللي كيزوروا القناه لاول مره كنقول لهم مرحبا بهم، مرحبا ومرحبتين. ما نساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم من جديد فضلا وليس امرا. المشتركين الكرام الافاضل كنقول لهم شكرا شكرا دائما على الدعم ديالكم، على التشجيع ديالكم. واخر حاجه غادي نقول عيدكم مبارك سعيد، اعاده الله عليكم علينا وعلى الامه الاسلاميه جمعاء بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بألف خير، صحة سعادة سلام أمن وأمان استقرار طمأنينة وراحة البال إن شاء الله يا ربي. واللي في نيته شي حاجة الله يحقق له. نتمنى نكون قدرنا يعني نستفدوا جميع من الوصفات اللي تقسمنا خلال شهر رمضان المبارك، ما قبل شهر رمضان تحضيرات، وكذلك وصفات العيد كانوا شويه خصوص. انا استسمح منكم لي ظروف يعني ظروف كثيره اللي ما خلتنيش نتقاسم معكم. كنوعدكم ان شاء الله باقي الجديد ما جي في الطريق. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى فيديو قادم باذن الله.